روحه بالامتحانات، يقرأ 5 ساعات و6 ساعات و7 ساعات باليوم، ويجي واحد يقرأ 2 ساعات باليوم بس يطلع درجات أعلى من عنده. 7 طرق ذكية للمراجعة بطريقة سهلة ومفيدة وتخليك تحفظ المعلومة بشكل دقيق. الطريقة الأولى من هذه الطرق السبعة، ماكو شيء اسمه تعدد مهام بالعقل البشري. يعني ما تقدر وانت تقرأ تسوي محادثة على الواتساب وتروح تنطي لايك على الفيسبوك وتروح تشوف مسلسل على التلفزيون. الأرقام تقول مستخدمي الفيسبوك يدرسون من 1 إلى 5 ساعات أسبوعياً، بينما الناس اللي ما يستخدمون فيسبوك يدرسون من 11 إلى 15 ساعة أسبوعياً. وقت الدراسة مخصص للدراسة، وأي شيء تسويه وأنت قاعد تقرأ فهذا ممكن يسبب عامل تشتت، يشتت ذهنك، فراح تواجه صعوبة لما تحاول تسترجع المعلومة بوقت اللي تحتاج المعلومة به. ممكن تقسم وقت الدراسة إلى فترات قصيرة، بس بهذه الفترات، فترات الدراسة، كون موبايلك مطفي وعقلك هو اللي شغال. الطريقة الثانية، تغيير مكان الدراسة باستمرار ينطيك دفعة إضافية من التركيز أثناء الدراسة. يعني مو شرط تدرس برا البيت، مثلا ممكن مرة تدرس وانت بغرفتك، مرة تدرس وانت على ميز الطعام، مرة تدرس وانت بالحديقة مثلا. الفكرة من هذا التغيير انه الدماغ يخزن المعلومات اللي تدرسها متعلقة بخلفية مكان الدراسة، وتنويعك لهذه الأماكن ممكن يساعد أكثر في تثبيت هذه المعلومات. الرياضة والتمارين العضلية ممكن تشحن الدماغ وتزود عملية التركيز أثناء الدراسة. الرياضة المنتظمة لها فوائدها، باعتبار اكو دراسة حددت انه الطلاب اللي اجسامهم رياضية يطلعون درجات اعلى بنسبة 30% من غيرهم. فرة بالبايسكل مثلا، ممكن ركض بسيط يوميا تسويه، او ممكن لعبة كرة قدم تلعبها ويا اصدقائك. الطريقة الرابعة، تعد قائمة بالمهام الدراسية، وشنو اللي تكمله، مثلا فصول او اوقات، شنو اللي تكمله تخلي عليه علامة صح انه هذا كملته. هاي تخلي عندك ثقة بالنفس وتخليك تركز على الامور المهمة اكثر. طبعا هذه بها قاعدة كلش بسيطة وصغيرة ومعروفة، تبدأ بالمهام الصغيرة حتى تنتقل من عندها يصير عندك وقت كافي للمهام الأكبر. الطريقة الخامسة هي طريقة يسموها أسلوب المكافآت الصغيرة. هذه الطريقة تسوي حافز حلو للدراسة. شنو هذه الطريقة؟ الطالب يسوي اتفاقية بينه وبين نفسه، يمنح نفسه فد مكافأة صغيرة لما يكمل جزء من دراسته. تكون المكافأة تكون على قدر الإنجاز، يعني ايش قد أنجزت تكافئ نفسك مكافأة تليق بهذا الإنجاز. طبعا ثبتت أنه المكافآت الفترة الفيسبوكية أو مشاهدة مشهد من مسلسل مثلا أنت تحبه، هذه تكون بالعكس مشتتة أكثر ما هي مساعدة. سادسا، احنا كلنا نعرف الدراسة على معدة فارغة شيء مستحيل، بس بنفس الوقت اكو أغذية خاصة، هذه الأغذية تساعد الدماغ على التركيز أكثر أثناء الدراسة. يعني ممكن قبل الدراسة الطالب يأخذ وجبات سريعة من الأغذية أو من الأطعمة الصديقة للدماغ، مثل الفواكه، الخضروات، الحبوب، الكرزات اللي تساعد الذهن على أن يصفى أثناء الدراسة. طبعا بالمقابل السكريات والأغذية المعالجة ممكن تشتت الذهن وتخليه ما يركز أثناء عملية الدراسة أو المراجعة. سابعا وأخيرا، من المهارات اللي لازم يتعلمها الطالب أثناء فترة المراجعة أو الدراسة، مهارة النوم الصحيح. الدراسات تقول أثناء النوم الدماغ يعالج المعلومات اللي أخذها خلال اليوم وينقلها من الذاكرة قصيرة الأمد إلى الذاكرة طويلة الأمد. يعني انسى كل قصص العشاق والسهر وركز بدراستك، لأن ذولا كلهم اللي تسميهم أنت خفافيش لا يفيدوك. عندك صديق من هذا النوع اللي يقرأ ساعة 2 بالليل؟